خليك معايا وتعالى نشوف الاهلي اللي هو متصدر مجموعته رغم نتيجه التعادل. ما هو السبب الحقيقي؟ عشان انا احب اخش على طول في الموضوع. يعني ما هو السبب الطبيعي او الحقيقي وراء هذه النتيجه؟ بالمناسبه هي ليست بالنتيجه السيئه، الاهلي ما زال متصدرا، ولكن زي ما انا وانت متفقين مع بعض على انه كل حاجه في الدنيا انت لازم تخرج تشوف ايه ايجابياتها ايه سلبياتها. عندك ايجابيه ايه الايجابيه؟ ان انت متصدر، لكن هل الايجابيه ليها علاقه بالنتيجه؟ لا، لانك كنت تقدر تخرج من المباراه دي كسبان، لانك سجلت هدف في وقت مهم جدا في الدقيقه 87 او الدقيقه 88، هدف لبيرسي تاو كنت تقدر تحافظ عليه. ولكن ليه كانت النتيجه بالشكل ده؟ على السكه والدغري ومن غير لف ودوران، عشان مش ده اداء لعيبه النادي الاهلي. هناك حاله من الرعونه الزائده لدى لعيبه النادي الاهلي. كم الفرص اللي انا وانت شايفينه طوال المباراه مش طبيعي. ما يجيش واحد يلوم لي على مارسيل كولر، تعالى اوريك الانفرادات كانت عامله ازاي. واحد يجي يقول لي اصل بص الانفراد، بص حسين الشحات. لا، ده الجون بتاع يانج افريكانز. اللي بعده جون يا كهربا، جون، انتهت القصه. نتعازم هو وبيرسي تاو. مين اللي المفروض بقى يتكلم هنا؟ كولر؟ يعني هي المشكله هنا كولر هو اللي ينزل يسجل ولا اللعيب؟ قرار غلط. مين اللي في القرار ده اللي قدامك ده غلط؟ لعيب ولا مدير فني؟ مدير فني. ايه تاني بعد الانفراد اللي انتوا شايفينه في الدقيقه 74؟ جون ما فيهاش كلام تاني، ما فيهاش. دي حاجات يا جماعه بديهيات، مسلمات بديهيه. ده مش مدرب. هتقول يا جماعه الانفرادات من فضلكم ما تتعروش على هتقول الانفرادات ورا بعضها. جون ما فيهوش كلام. الدقيقه اللي بعديها هات لي الوقعه بتاعت حسين الشحات في الشوط الثاني، جون ما فيهاش كلام برضو. واحده كهربا، واحده حسين الشحات، واحده كريم فؤاد، واحده لا مش ممكن. كم من الفرص غير طبيعيه. كل الفرص اللي انت عمال بوريها لك خلال على الشاشه كده زي ما انت ما شايف كلها بتقول لك ان الاهلي يقدر يكسب باهداف كتير. اذا العيب فين؟ العيب في القرار. لم يكن هناك قرارا صائبا واحدا في كم الفرص اللي اهدره لعيبه النادي الاهلي.